خلينا واقعيين ونتكلم بصراحة. فوز الأهلي بيتحكم في الحالة المزاجية للأغلبية من المصريين، ودي حقيقة لا تقبل الجدال. القصة مش كورة، دول ملايين بيعيشوا فكرة السعادة والانتصار والإحساس بالفرحة اللي من القلب بجد بسبب النادي الأهلي. الأهلي وسط ضغوط الحياة ومشاكلها بيكون أكبر من مجرد نادي. ده صاحبك اللي بيفرحك وينسيك همومك أو ياخدك منها ولو لوقت قصير، وكأنه وصفة لعلاج الاكتئاب أو أحد طرق الطب الشعبي أو الطب البديل. علشان كده علم النادي الأهلي متعلق على الحيطان في محل بسيط، أو صورة لنجوم الأهلي في قهوة بلدي في حي شعبي. شعار النادي الأهلي على تختة مدرسة، كلمة أهلي مكتوبة على سور أو مدخل بيت، حظاظة أو ميدالية أو حتى بج العربية. كلها حاجات بتفكرنا لأننا عايزين طول الوقت نفتكر ونستعيد ذكريات، ونفتكر فرحة كبيرة أو نستنى بيها فرحة أكبر. كل واحد فينا له مع الأهلي حكاية، وكل واحد بيعيش الفرحة بالأهلي بس بشكل مختلف عن التاني. إنما الشيء الوحيد اللي مشترك بينا واللي بيجمعنا كلنا، إن زي الست أم كلثوم ما قالت: كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله.